انت بتقارن الاهلي بمين؟ شرف مصر ولا لا؟ بناء على اي مقارنه؟ مقارنات الاهلي بنفسه بس، اللي هو ما ينفعش يتقارن بحد تاني في مصر ولا في افريقيا، ولا مقارنه بانديه وضيعه بتقارن نفسها بيك او عايزه تحط نفسها في المقارنه معاك؟ وده يقودنا لحاجه تانيه. ازاي الزمالك اقدر احطه في الصوره ان هو يكون حكم او ان هو يقيم النادي الاهلي؟ يعني امتى نادي الزمالك ممكن يقعد كده يقيم النادي الاهلي لاعب كويس او لا، شرف مصر او ما شرفهاش على مستوى الاداء او النتائج، ويقعد يتناقش معاه ومعاك؟ اول حاجه يعملها ان هو ياخد بطوله الدوري العام. يعني بسم الله كده تاخد بطوله الدوري العام، تمام، تكون بطل الدوري. الزمالك على مدار تاريخه حصل على بطوله الدوري العام 14 مره فقط، وده عدد مش كبير. سيبك بقى من الاعلام وقعد يحطك معاه منافس وقعد يلمع فيك وقعد عشان خاطر بس يبقى في طرفين بيتنافسوا او في كلاسيكو في مصر، فبيحط الزمالك في الصوره. 14 بطوله ديت لا تذكر مقارنه بين انت تاريخك معدي ال 110 سنه واخد 14 بطوله، ده عدد لا يذكر على فكره. تمام. فسيبك بقى من جو النيش اللي عندك والكاسات وماتش اخطف واجري وماتشات السوبر وضربات الجزاء اللي بتاخد بيها البطولات والكلام الفاضي ده، سيبك منه. اي فرقه عادي، حرس الحدود خد كاس مصر وخد كؤوس سوبر، اي فرقه في العالم بتاخد كؤوس عادي جدا. يعني عادي جدا بنشوف حتى في الدوري الانجليزي فرق من الدرجه الثانيه بتكسب فرق من الدرجه الاولى في الكؤوس. ماتشات السوبر ده ماتش عادي، ده حاله الفرقه عامله ازاي. لكن البطولات اللي تقدر تحدى لها بطوله الدوري، انت تلعب 33 مباراة في غضون حوالي 7 ل 8 شهور، تلعب وانت تحافظ على مستواك وتحافظ على ادائك تقدر تكسب منهم على الاقل 25 مباراة. بعد ان شاء الله كده في الاحلام يعني لما تاخد بطولة الدوري تتأهل لبطولة دوري ابطال افريقيا، مش تلعب كونفدرالية. ولما تتأهل لبطولة دوري ابطال افريقيا ما تطلعش حصلة مجموعة من الدور الاول في مجموعتك، لا، انت تكمل وتاخد البطولة. فلما تبقى بطل افريقيا تروح كاس العالم للانديه، مش مره بقى، لا، مره واثنين وثلاثه وعشرة زي النادي الاهلي ما عمل. ساعتها شوف بقى المستحيلات دي كلها على فكره، هو من اول حاجه احنا قلتها هي مستحيله ان انت تاخد بطوله الدوري، يعني دي صعبه قوي عليك. بس لما تعملها وتوصل كمان للبرايم بتاعك اللي انا اتكلمت فيه، نبدا ساعتها بقى نتناقش واحطك في الصوره واعتبرك بني ادم او منافس تقدر ان انت تقيم النادي الاهلي ساعتها. لكن كالعاده خلاص اتعودنا ان انت شخص جلدك تخين وبجح وبكس وما عندكش دم، فبالتالي كاني جايب عيل في ابتدائي بيقيم واحد مثلا بيعمل دكتوراه في الفيزياء النوويه مثلا، يعني فاهمني؟ ده الصوره بالظبط، ده الوضع اللي احنا عليه.